بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه وسلم. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي نعمله بودنج الشوكولاتة او بديل الدانيت بطريقة سهلة وبسيطة. طعم خيالي فوق الرائع، قوام كريمي من غير ما نحط زبدة او كريمة، حاجة كده في منتهى الجمال. الولاد هيتجننوا عليه اول ما يدوقوه. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وتعليقاتكم طبعا تهمنا جدا. تعالوا معانا نشوف الطريقة. معانا المكونات: نص لتر لبن، ربع كوباية سكر سنترافيش، نص كوباية شوكولاتة طبخ، معلقتين كبار هرميين كاكاو خام اسباني، معلقة كبيرة هرمية نشا، معلقة كبيرة هرمية كريم جانتي. اول حاجة هننزل باللبن او الحليب، طبعا يا جماعة دوت ساقع علشان خاطر ما ينفعش نحط المكونات الجافة واللبن سخن كده هتكلكع معانا. هننزل بقى بالمكونات الجافة كلها. اول حاجة هننزل بالنشا، بعد كده هننزل بمعلقة الكريم جانتي، وعليهم معلقتين الكاكاو. ما شاء الله بقى على الكاكاو الاسباني، ريحته حكاية. وبعد كده هننزل بربع كوباية السكر. هنقلب كله في بعضه لحد ما المكونات ما تدوب تماما، بس طبعا مع السرعة علشان قبل اللبن ما يسخن معانا، علشان اول ما هيدخل معانا في السخونية في بداية الغليان هننزل بالشوكولاتة يا جماعة زي ما انتوا شايفين. طبعا الشوكولاتة احنا مقطعينها كده او مكسرينها علشان خاطر تدوب معانا بسرعة. اهم حاجة بقى الاستمرار في التقليب علشان الخليط ما يكلكعش معانا. واول ما يبتدي يغلي كده غلوة والتانية ويبتدي يتقل، نطفي بقى النار، نبتدي بقى نغرف في كوبايات او سلطانيات زي ما تحبوا. اهم حاجة نغرف البودنج وهو سخن علشان يبقى ليه شكل جميل في الكوباية او السلطانية. وبعد ما نغرف على طول ندخلوه في التلاجة علشان يسقع ويبقى طعمه كده في منتهى الجمال. وبعد ما يسقع ونطلعوه من التلاجة نزينوه بقى بشوكولاتة مبشورة، عايزين تزينوه بمكسرات جوزة هند زي ما تحبوا. يا سلام عليه، ده بقى يتاكل في الصيف كده، حاجة في منتهى الجمال. ويا رب يا جماعة نكون بنفيدكم. سلام عليكم.